السلام عليكم، اهلا بكم حلقه من قناه يوسف شمال. الحلقه ما حتكون ما دام احنا بجو انتقالات وانتقالات جايه تصير بكل العالم، حلقتنا ما حتكون تخص الانتقال، راح نتكلم بيها عن افضل 7 صفقات او انتقالات بالموسم الماضي. لكن قبل ما نبلش حط لايك واشترك. بس خلينا نبلش الحلقه. بالنسبه للصفقات السبعه راح يكون عندنا 3 صفقات ممكن نضيفهم على القائمه، راح تكون بدون ترتيب. السبع لاعبين مو مهم شنو ترتيبهم، معيارين جدا مهمين تقييم الصفقات. المعيار الاول هو مدى تاثير الصفقه على الفريق، والمعيار الثاني المستوى اللي قدمه مقابل السعر اللي انتقل له. بس ملاحظه جدا مهمه انه تصنيف اللاعبين وترتيبهم ما يعتمد على احصائياتهم بل تاثير بالملعب. بالمرتبه السابعه اللي هو عندنا ارتكاز الانجليزي لاعب نادي ارسنال ديكلان رايس اللي انتقل من نادي ويست هام يونايتد الى نادي ارسنال مقابل 122 مليون يورو. ساهم هذا اللاعب مع ارسنال ب 16 هدف بين صناعه واهداف. هذا راح يقول شنو هذا جايبين 22 مليون ساهم بس ب 16 هدف. لاحظتين بسيطات راح يفهم منك اكثر. الملاحظه الاولى والمهمه انه هذا اللاعب ارتكاز لا صانع العاب ولا هو جناح، فاحصائيته تعتبر جدا طبيعيه. شغله ثانيه لا تحكم بس على الاحصائيات، روح شوف مستواه يا ارسنال والمباريات الاسطوريه اللي قدمها هذا الموسم، هو احد اهم الاسباب بتالق ارسنال بدوري الابطال وبالدوري. تنتقل للمرتبه السادسه عندنا المهاجم الانجليزي هاري كين اللي انتقل من نادي توتنهام نادي بايرن ميونخ مقابل 100 مليون يورو، وهذا اللي اقلم بسرعه قصوى، يعني تحس عبالك صار له 20 سنه يلعب وياه. 44 مباراه لعبهم بايرن، سجل 44 هدف وصنع 12 هدف، 56 مساهمه تهديفيه ب 44 مباراه. موضوع مزعج انه هو بايرن صار له 10 سنوات ياخذ دوري وكاس ومسيطر على جميع الجوائز المحليه وما كان يخسر، بس من جاك كشره بين قوسين اللاعب فقر. بس ما انتظر يعني صح هو فقر بس لاعب هداف، يعني طوبه جوهر لمنطقه الجزاء احتفل قبل اشهر. المرتبه الخامسه عندنا المهاجم الصربي ميتروفيتش انتقل من نادي فولهام لنادي الهلال مقابل 30 مليون يورو بس. بهاي 30 مليون جابوا الهلال المهاجم فتاك كلش قوي على الرغم من اصابته بنهايه الموسم، واللي بسبب اصابته طلعوا من دوري ابطال اسيا. خلال 46 مباراه لعبها ميتروفيتش مع الهلال سجل 41 هدف وصنع 7، يعني 48 مساهمه تهديفيه ب 46 مباراه. فهاي الاحصائيات بهذا السعر يعتبر شيء جدا اسطوري. نرجع نشوف شنو جاي يصير بالسوق وشنو اسعار المهاجمين هسه كله يا تشتري 70 80 مليون 90 120 مليون، فلاعب 30 مليون سوى لك العاليه واضعاف اللي عليه تفاضيل، فهذا الشيء يعتبر جدا اسطوري. بس انتقل للمرتبه الرابعه اللي عندنا المهاجم الاوكراني ارتيم دوغبياك. الكل انصدم من هذا الاسم. هذا اللاعب انتقل الى نادي جيرونا هذا الاسم اموت محفظ. انتقل لجيرونا من نادي دينيبرو الاوكراني مقابل 7.5 مليون بس. هذا المهاجم الاوكراني اللي استغربت من اسمه سجل 25 هدف وصنع 10 ب 41 مباراه بس، ويلعب لنادي جيرونا وصار هداف الدوري. وشفت مستوى جيرونا هذا الموسم والمستوى اللي قدموه، تأهلهم التاريخي لدوري الابطال وصاروا منافسين حتى على الدوري لفترات طويله. المرتبه الثالثه عندنا الموهبه البرازيليه مالكوم. بس قبل كل شيء قبل ما اشرح اللاعب خلينا نتفق انه اداره برشلونه اسوء اداره بتاريخ كره القدم، كان لابورتا ولا حتى بارتيميو. هذا اللاعب المنفجر حاليا كان عمره بس 20 سنه مع نادي برشلونه وباعوه، بس انهم مركزين على هذا اللاعب ومطورينه ومنطينه فرصته، كان ما احتاج يذبون 200 مليون بس على مود يعوضون غياب نيمار. راح جابوا ديمبلي وفشل، راح جابوا كوتينيو وفشل، يعني مطورين اللاعب كان ممكن نشوف لاعب عظيم مع نادي برشلونه. هذا اللاعب انتقل من نادي الزنت الروسي الى نادي الهلال السعودي مقابل 60 مليون يورو. اول موسم له لعب 52 مباراه، سجل 24 هدف وصنع 12 باول موسم الا بالدوري السعودي، 36 مساهمه تهديفيه ب 52 مباراه. هو لاعب جناح، انا اقدر معي صانع العاب وهذا اول موسم. بس طبينا بافضل صفقتين بالعالم. الخمسه قلناهم هم ما لهم علاقه يعني ما مرتبين على اساس ترتيب معين، الا هاي الصفقتين هم لاني افضل صفقتين هذا الموسم وجايين بالسرعه، الثاني بعدين الاول. ثاني افضل صفقه هذا الموسم هي صفقه انتقال بيلينغهام. اي نعم، بس لم تتوقع انه الاول هو بيلينغهام؟ لا، بعدين راح اقول لك من هو. انتقل من نادي دورتموند الى نادي ريال مدريد مقابل 103 مليون يورو. بس ملاحظه ماكو اثنين يختلفون انه صفقه بيلي من افضل صفقات تاريخ الريال حتى بهذا الموسم. بعد ما قرر الريال يلعبون بدون مهاجم هذا الموسم، بيلينغهام نسانا موضوع راس الحربه. بيلينغهام تكفل باهداف ريال مدريد 42 مباراه، سجل 23 هدف وصنع 13 هدف،
36 مساهمة هدفية من 42 مباراة، غير انه اهدافه حاسمة ومهمة. هو يعتبر من افضل او اذا ما كان افضل لاعب هذا الموسم. بالنسبة لي هو الثاني افضل لاعب هذا الموسم بعد فينيسيوس، فالكرة الذهبية على الاغلب من هذول الاثنين واتوقعها الفينيسيوس. تجي افضل صفقة هذا الموسم والمرتبة الاولى حتكون اكيد بالنصيب بالمر. خلينا نتفق على شغلة انه بيع بالمر من نادي السيتي او خروجه من السيتي غلطة كبيرة ولا تختبر سواء جوارديولا وإدارة مانشستر سيتي. لاعب فرطوا به ب 40 مليون بس إلى نادي تشيلسي، على الرغم من اللاعب عمره 21 سنة وممكن جدا انه يكون خليفة دي بروين بالملاعب بالنسبة للسيتي لو ما طال. 46 مباراة بس لعبها مع نادي تشيلسي، سجل 25 هدف وصنع 15. وسبب رئيسي خلاني انه اقول عليه هو نقدر نقول افضل من بلينغهام او صفقته افضل من بلينغهام، انه اللاعب جاب سعر اقل ومساهماته التهديفية اعلى من بلينغهام، يلعب افضل دوري بالعالم، ب 40 هدف من 46 مباراة. هو يلعب نادي تشيلسي يعتبر من اسوأ الاندية. هسه 3 لاعبين اللي قلنا عليهم انه راح نضيفهم على القائمة او ممكن نضيفهم على القائمة حتى يصير عندنا 10 لاعب، اكيد النيجيري بونفياس اللي قدم مستوى اسطوري مع نادي ليفركوزن وكان من اهم الاسباب تتويج ليفركوزن بالدوري. الصفقه الثانيه صفقه يان سومر الى نادي انتر ميلان، قادم من نادي بايرن ميونخ، توج مع الانتر بلقب الدوري، يعتبر من افضل الحراس الدوري الايطالي اذا ما كان افضلهم. اما الصفقه الثالثه هي صفقه ماكاليستر الى ليفربول، قدم مستوى اسطوري هذا اللاعب، ماكو مكان بالسبعه، فهي 3 احتياط هم هذول يعتبرون افضل 10 صفقات هذا. بس لو مقطع ما عجبكم لا تنسوا الاشتراك. كمان يوسف وشمري، مع السلامه.